التول دي اسمها it's okay not to be okay. ساعات بنبقى بنعدي بمواقف و... او بتشالنج او whatever something hits us، وبنبقى مش قادرين نتعامل مع اللي بيحصل ده في الوقت الحالي and it's okay. it's very okay. في اللقطة دي بقى بنعمل ايه؟ it's highly recommended ان الواحد مبدئيا ي acknowledge what they are going through. يعني نقول ايوه I'm going through this and it's overwhelming او it's too much او whatever، فندي نفسنا to respect whatever it is that we're going through ون honor الكاباسيتي بتاعتنا ونقول انا دلوقتي محتاج time out. It's okay to not be okay. Okay? So we acknowledge what we're going through. We allow and we give ourselves permission to feel, to stay in whatever it is that we're going through, to feel it, so then we can process it and then we can release it. Okay? To acknowledge مكاسب وخسائر ان انا هفضل في الموقف ده دلوقتي. خلاص، ما انا وصلت لمرحله ان انا it's okay not to be okay، فانا هخسر حاجات اني مش هعمل changes بسرعه مثلا، او مش هعمل accomplishments او whatever. هخسر حاجات، بس في benefits تانية. ايه بقى البنفيتس التانية محتاجين نهايلايت it which is ايه؟ هvalidate my emotions، acknowledge مثلا اللي انا فيه، هريليز حاجه، هعمل حاجه، خدت تايم لنفسي هحطه تحت بند self compassion لو هو فعلا حاجه هشتغل فيها بطريقه healthy. في benefits اكيد. there's always pros and cons to every decision every situation. طيب next is هنحط فترة بقى. how long do you need how much time do you need how long من ناحية التايم لاين اللي انت محتاجه، الفترة اللي انت لو خدتها وقعدت بقى في الحالة دي is gonna be sufficient for you. لان لو سيبنا الموضوع ان هو it's okay to not be okay وسيبناها مفتوحة، هنتسحب بقى الفكرة ان هيبقى مين اللي in control السيتويشن. لكن مهم قوي ان انا احط لنفسي فريم، احط مثلا اقول لحد نفسي اسبوع، هدي نفسي 10 ايام. الديوريشن اللي هتتحط دي كأني ببروجرام ماي مايند من الأول باتفاق أنا هخليك تعمل اللي أنت عايزه and at the same time ده آخرك معايا. بعد الفترة دي خلاص بقى، ده بقى الباونس باك. I will get out of this. فادينا نفسنا permission to feel how we feel to do what we whatever اللي احنا عايزين نعمله ببلان بقى. السؤال اللي وراه اللي بعد كده هنقوله بعد التايم is how do you choose to cope. بندي بقى من ادفانس مثلا، او بنتفق على بعض الحاجات. يعني مثلا حد قال مثلا انا مش هروح الشغل ومش همشي مين، هل هتاخد الكوبنج بان انت مثلا هتبطل كل حاجه ولا هنبطل حاجات معينه؟ هتريت نفسي مثلا اكل ديزرتس وات ايفر، كل حاجه مباحه ولا بعض الحاجات المعينه. نبتدي برضه عشان نقلل الخسائر بتاعت الفتره دي، بنبتدي نشوف هاو ار وي جونا كوب. هنكوب مع مين؟ يبقى اللي هو انا بكوب وعارف اروح لمين وبتاع، بس في نفس الوقت برضه اللي هو ما نسيبش دي تسرح مننا. ففكره هاو وي كوب ليها برضو بيبقى زي تشويسز. فزي ما حددت الفتره، حددت اختيارات وسقف سيلينج ما بنعديهوش في الكوبنج، نبقى احنا كده عارفين ده اخرنا عشان الدنيا ما تتسحبش مننا. وبن allow ourselves برضو to go through whatever it is that we're going through. تمام. وبعدين بعد الفتره دي، بعد ما خلصنا الكوبنج دي، bounce back. how do you plan بعد التاريخ ده to bounce back؟ هتعملها ازاي؟ ايه بقى البلان بتاع بعد كده؟ فلازم احط بلان لبعد ده هرجع تاني ازاي. ومن ضمن البلان دي لازم تبقى فيها ستابس انا متاكد فيها ومطلع فيها مكاسب وخسائر الطلوع بره الفتره دي. يعني انا بقى خلاص من الاول زي ما وضبط مع دماغي ان انا هطلع من الحته دي بعد الفتره دي. ليه بقى هطلع؟ عشان لو كملت اكتر من كده هخسر 1 2 3 4 5 6 7 8، ولو طلعت فعلا هكسب بقى 1 2 3 4 5 6 7 8. فعرفت بكسب وخسائر، فبالتالي بقيت موتيفيتد اني بعد الفتره دي I'm ready وعندي موتيفيشن هشتغل عليه. عندي بلان فيها ستابس متقسمه، ممكن اعمل ستير كيس او اللادر مقسمين ستابس عشان ما تبقاش الموضوع كبير بالنسبه لنا. عندي سبورت سيستم جاهز، انا عارف مين الناس اللي هبقى معاهم في الكوبينج، ومتفق مع مين الناس اللي معاهم اللي هيساعدوني في الباونس باك. عندي انا مجهز مع نفسي مثلا جراتيتيود جورنال، مجهز مع نفسي انا بقى ليست بلاي ليست سونجز وات ايفر ستيكي نوت وات ايفر انا مجهزه مع نفسي، بحيث ان انا وانا طالع عامل سبورت سيستم هيساعدني ان انا اطلع. واخر حاجه بنعملها بنقولها ان يبقى عندي سواء شخص بروفيشنال هيلب او شخص trustworthy، او انا مع نفسي عندي حاجه اسمها holding myself accountable mechanism. حلو ان عملنا بلانز، حلو ان احنا حطينا الكلام ده كله. hold yourself account. how are you gonna hold yourself accountable؟ ايه اللي هيخليك فعلا to commit to this؟
this is بقى حاجه ممكن تبقى intrinsic، هو من نفسه انا هكمت بكذا. لا انا ممكن والله يبقى في شخص معين هروح له، ممكن بس هعمل الكلام ده مع كوتش whatever. بس الفكره كلها ان holding ourselves accountable to whatever choices we make، في sense of empowerment، في responsibility، في growth، في learning، في حاجات كتير قوي.